السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في قناة أفكار بيتي. إن شاء الله هنتكلم عن نتيجة الإعلان ال16 اللي هو سكن لكل المصريين 3. إيه النتيجة بتاعته والرسائل اللي بتتبعت إيه؟ أول حاجة إن كل عميل دفع مقدم حجز وقدم على الموقع هتجيله رسالة. يعني كل واحد قدم على الموقع ودفع جدية الحجز طبعا لازم هتجيله الرسالة على الرقم اللي هو حاطه في ساعة اما جه يقدم، اللي هو الرسالة ايه، رقم الموبايل اللي هو ايه حاطه، ولازم تحتفظ بيه عشان هو ده اللي بعد كده هتتعامل ايه معاه. طب الرسالة اللي هتجيله يا اما ايه، يا اما بدفع القسط الاول وانطباقه للشروط، دي اول رسالة ممكن تجيلك. لو انطبقت عليك الشروط هيقولك ايه يتم دفع القسط الاول وده انطباقه، دي رسالة هتجيلك. لا اما رسالة بالرفض، وهنا في حاجة مهمة جدا، لو رفض الطلب لعدم استكمال الأوراق هيتحدد طريقة وموعد وعمل التظلم إن أنت تعيد تاني وتبعت، ما تيأس. تمام، ده أنا حبيت أوضح لكم علشان محدش ييأس ولازم يبعت ورقه تاني وهينطبق